مفاجأة من العيار الثقيل. ريال مدريد خدعنا جميعا في صفقة الفرنسي كيليان. هذا الخبر هز معظم الأوساط الرياضية، والحديث الآن يرتكز عن صفقة الرئيس السرية. الأمر كان واضحا منذ البداية. لا يمكن لشخص عاقل كان يتقاضى 75 مليون يورو مع الفريق الباريسي أن يقبل براتب لا يتعدى 15 مليون يورو في مدريد. ولكن ماذا لو قلت لك أن كيليان استطاع بفضل خطة مدروسة مع الداهية فلورنتينو بيريز حصل مادياً على أكثر من 75 مليون يورو في مدريد، وحقق أحلامه الكروية والمالية معاً في إسبانيا؟ ربما أنت مشدوه الآن بما سمعته. دعني أشرح لك خطة الرئيس بيريز الماكرة التي كانت كفيلة بحل المشكلة. بدأت الحيلة مع مكافأة توقيع ضخمة بحوالي 130 مليون يورو موزعة على 5 سنوات. رغم انضمامه مجاناً، عكس هذا المبلغ الهائل قيمته كلاعب عالمي دون أي تعقيدات مالية. الخدعة الحقيقية تكمن في حقوق استخدام الصور، حيث حصل النجم الفرنسي على 80% من حقوق صورته، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ النادي. هذا يضمن له أرباحاً سنوية ضخمة تفوق أضعاف راتبه الأساسي، كما يستفيد من قانون يعفي المستثمرين الأجانب من الضرائب، مما يفتح أمامه آفاقاً استثمارية في إسبانيا. في النهاية، أثبت بيريز من جديد مدى دهائه وسط عالم الأرقام الفلكية والصفقات المعقدة، وحقق قائد الديوك حلمه الكروي في ريال مدريد مع تحقيق طموحاته المالية، وكتب له فصلاً جديداً في أسطورة البلانكوس بفضل ذكاء الداهية بيريز. والآن صف لنا الرئيس بكلمة